دقات الساعة 2 على شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. الإذاعات الإقليمية من القاهرة. أعزائي المستمعين أهلا بكم، والمسؤول و90 مليون ولقاء جديد النهاردة 9/4/2019 4 شعبان 1440 هجريا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر شعبان، وإن شاء الله ربنا يعني يقدم علينا شهر رمضان بالخير والبركة إن شاء الله. شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. أعزائي المستمعين أهلا بكم ولقاء جديد في مسؤول و90 مليون. احنا معاكم أسرة تنفيذ على الهواء. أزهار محمد الهندسة الإذاعية، رئيس التحرير أستاذ أحمد إبراهيم، وبسعد بكم شيرين الدسوقي من أسرة المذيعين، والإشراف العام الإعلامي ولا عسكر. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لها جهود كبيرة جدا في المجال البحثي والمجال العلمي في مصر الحبيبة، وجهود الأكاديمية لرفع الوعي بسبل الاقتباس العلمي ومنع الانتحال العلمي، رفع الوعي للنشرات العلمية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال البحث العلمي. توفر أكاديمية البحث العلمي أفضل البرامج والأدوات لفحص أصالة الأبحاث في المراكز البحثية المختلفة وفي الجامعات. تتعاون أكاديمية البحث العلمي مع الخارج لتوفي إلينا وتصدر منا جميع العديد من الأبحاث في المجالات المختلفة. أكاديمية البحث العلمي والدور الذي تقوم به والأبحاث العلمية، هذا ما سنتحدث عنه اليوم. بعد قليل هيكون ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي. مسؤول و90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية. زي ما قدمت لحضراتكم أكاديمية البحث العلمي والجهود المبذولة والتي تقدمها أكاديمية البحث العلمي. هنعرف أكتر عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومن خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا فندم. ازي حضرتك؟ عامل إيه؟ منورنا. ألف شكر يا فندم. بداية
عايزين يعني بعض الناس ما عندهمش معرفة كاملة عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. عايزين نبسط للمستمع ما هي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي يعني مؤسسة حكومية أنشئت بقرار جمهوري عام 1971. الأكاديمية مثل أي أكاديمية وطنية في العالم لها بعض البرامج، بالإضافة لبعض البرامج اللي بتميز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية. الأكاديمية بتدير منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إذا احنا لا نملك معامل بحثية داخل الجهاز الإداري للأكاديمية، ولكن من خلال آليات وبرامج متنوعة عندنا بنقدر نحط بعض السياسات، بعض التوجهات، البرامج اللي بنمولها، الدعم الابتكار وهكذا. لو يعني نظرة شاملة على أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال البرامج، أنا أجد أن أهم ما يميزها هو وجود مكتب براءة الاختراع المصري. ده المكتب الوطني الوحيد في جمهورية مصر العربية تحت رعاية وإشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. إن أي مبتكر صاحب فكرة عاوز يسجلها براءة اختراع بيتفضل لهذا المكتب. فهذا المكتب هو المعني بتسجيل براءة الاختراع في جمهورية مصر العربية. وأيضا هذا المكتب تطور وأصبح معترف به عالميا من ضمن مجموعة من المكاتب العالمية. فده في إطار التطوير اللي بيحصل. الجزء الثاني التقدير العلم والعلماء من خلال جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية. عيد العلم، حضرتك دايما بنسمع عن عيد العلم وتكريم السيد الرئيس للعلماء من خلال جوائز الدولة. هذا يعني بيصدر من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أو هذا أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اللي هي الجوائز الخاصة بتقدير العلم والعلماء. بنتكلم على الشبكة القومية للمعلومات اللي هي معنية جدا بتطوير المجلات النشر الخاصة بالنشر في الجامعات والمراكز البحثية المصرية وتأهيلها أنها تصبح مجلات عالمية. وأيضا الشبكة القومية هي اللي بتستضيف بنك المعرفة المصري وبتديره فنيا طبعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. لو شفنا برامج أخرى هي جوائز الثقافة العلمية، مجلة العلم هي أحد البرامج الموجودة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. عندنا برامج أخرى في جهاز التنمية التكنولوجية خاصة برعاية ودعم الابتكار والمبتكرين، دعم فني ومالي. ده باختصار شديد جدا مجموعة البرامج أو الإدارات. يعني يمكن أعتقد لسه عندنا وقت نتكلم عن البرامج الأكاديمية بشكل تفصيلي وإيه اللي بيميزها، واستطرد مع حضرتك في تفصيل بعض هذه البرامج إن شاء الله. طيب المخترع. نعم. المخترع ممكن يكون إنسان ذو فكر ليس ذو علم. نعم. فإزاي إن هو الفكرة اللي هي طرقت في دماغه إن هو يوصل لتطبيقها، وإزاي تتولاه أكاديمية البحث العلمي؟ ده اللي هنناقشه، بس ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وتليفوناتنا 239 23 711 و 239 21 437. لسه مكملين مع بعض فترتنا أعزائي المستمعين. مسؤول و90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية وأكاديمية البحث العلمي. ومنورنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي. تحدثنا في اللينك السابق يا دكتور عمرو عن أنا دلوقتي عندي اختراع معين، عايز دلوقتي حد يتبناني عشان أتنفذ هذا الموضوع. وأنا دلوقتي حد ساكن مثلا في المنطقة، مش في القاهرة، مثلا في الوادي الجديد، ساكن في أسوان، ساكن في مطروح. فعايز أعمل إيه؟ أعمل إيه ممكن يعني؟ طيب قبل ما يكون عند حضرتك براءة اختراع يجب يكون في فكرة. طبعا. الأول فكرة. فالفكرة دي أنا محتاج الأول أسجلها براءة اختراع. يعني عشان ناخد الموضوع بس المراحل المنفصلة، لأن كل موضوع ليه برنامج المعين الخاص بيه. لو عندي فكرة بتنطبق عليها الشروط
الحصول على براءة اختراع اللي هي الجدية، انها تكون جديدة وابتكارية، بتقدم ليها وبتاخد الفترة القانونية الخاصة بيها، وفي الاخر لجنة فنية بتجيز او لا تجيز الحصول على براءة اختراع. من فين يا فندم؟ من أكاديمية البحث العلمي، لكن مشكلة من اساتذة متخصصين من جهات متنوعة يعني. من التاريخ، وده لان ده جزئيه مهمه جدا البعض بيسال فيه، يعني تاريخ تقديم الطلب هذه الفكره محميه بغض النظر عن حصولها وعدم حصولها على براءة اختراع. يعني من تاريخ تقديم الطلب للمكتب واستيفائه كافه الشروط بيصبح الطلب محمي الى ان يتم البت فيه. طبعا التسجيل هو المكتب الوحيد في جمهوريه مصر العربيه هو في القاهره في اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. ولكن قبل ما اوصل للمكتب الرئيسي في القاهره اكيد ممكن يكون عندي بعض الاسئله. ودي ممكن يبقى فيها اتجاهين ممكن صاحب الفكره يتوجه اليهم. المراكز الاقليميه التابعه لاكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا في بعض محافظات مصر، عندنا في الوادي الجديد، في سوهاج، في دمياط، في اسماعيليه، طنطا، الزقازيق، دي مراكز اقليميه تابعه لاكاديميه البحث العلمي. وفي هناك اصطف مدرب بشكل جيد جدا على الاجابه على التساؤلات. قبل ما صاحب الطلب يتوجه للقاهرة بيبقى عنده بعض الأسئلة، كيفية الكتابة وما إلى ذلك. الطريق الآخر هو مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، دي منظومة أنشأتها الأكاديمية في معظم الجامعات والمراكز البحثية المصرية. كل جامعة حاليا عندها ما يطلق عليه مكتب نقل وتسويق تكنولوجيا. أحد البرامج داخل هذا المكتب هو آليات الحصول على براءة اختراع، سواء للطلاب الأساتذة من داخل هذه الجامعة أو المركز البحثي، وأبناء المجتمع اللي من خارج أسوار الجامعة والمركز البحثي الموجودة في الإقليم. فبالتالي يعني بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نيسر بشكل يعني جامد واضح جدا قبل ما صاحب الطلب يجي القاهره ويكون عنده بعض الاسئله ويرجع تاني محافظته واستيفاء الاوراق، لا يبقى جاي وهو مجهز كل الاوراق اللازمه لتسليم الطلب بتاعه. تقدم بالفكره وعايز ياخد براءه الاختراع وحصلوا على براءة الاختراع من خلال اللجنة المشكلة. ماذا بعد؟ في عندنا جهاز آخر اسمه جهاز دعم وتنمية الابتكار. هذا الجهاز معني برعاية كل صاحب فكرة بغض النظر هو حاصل أو غير حاصل على براءة اختراع. برضه بنقيم هنا بقى، بنقيم مش مجرد الفكرة، لا بنقيم تطبيقها. بندخل في مستوى مختلف شويه، التطبيق العملي، اللجان الاقتصاديه، القابليه للتسويق، بعض الاسئله اللي صاحب الابتكار يجيب عنها، وبيقدم ما يشبه المقترح. انا عشان انفذ هذه الفكره عاوز هذا التمويل وعاوز هذه المساعدات الفنيه. فبرضه الاكاديميه بتقيم وبنتعاقد معاه على اتاحه هذا التمويل ليه. فبالتالي عندنا الحفاظ على فكرته، تمويله ودعمه. الجزء الاخر اللي هو التسويق التكنولوجي، لو وصل بقى لفكره مميزه جدا وحولها لنموذج اولي وهذا النموذج قابل للتطبيق والتوسع فيه، عندنا اداره التسويق التكنولوجي. ازاي نروح للجهات المتنوعه اللي ربما تكون مهتمه بهذا الابتكار انها تاخده وتستخدمه على مستوى الاكبر، مستوى التجاري. فبالتالي بنحاول نغلق الدائره الخاصه بدعم الابتكار في مصر. جميل جدا. يعني عايزين نقول النسبه المتقدمه مثلا سنويا للمخترعين في جمهورية مصر العربية، الحاصلين اللي بيحصلوا على براءة اختراع سنويا من المصريين بيتراوح من 90 إلى 100 براءة اختراع سنويا الحاصلين. لكن اللي بيتقدم ممكن نتكلم في 2000 3000 صاحب طلب بيتقدم سنويا. الأعمار متنوعة، يعني حضرتك احنا عندنا في اساتذه، في شباب بيتقدم، في لكن السمه العامه على المتقدمين هم افراد لا ينتموا للجامعات ومراكز بحثيه. يعني احنا عندنا معظم الحاصلين على البراءه هم من افراد المجتمع الذين لا ينتموا، ودي ربما تكون محتاجه شغل شويه من الجامعات ومراكز بحثيه انها يعني تساعد. ممكن المنتمين لمراكز بحثيه يرجعوا للمركز بتاعهم عشان يعمل لهم دعم برضه. يعني المفترض ان هم يعني الحاصلين على البراءه المفترض يكونوا هم الاساتذه اكبر كعدد، لكن في مصر عندنا الوضع مختلف شويه. الافراد هم الفئه الاكبر للحصول على براءه اختراع. سيدات ام رجال؟ اكيد السيدات موجوده طبعا، احنا قصه اغفال السيدات. أيوة لكن السيدات يا جماعه حاصلين اكثر عن براءات الاختراع بدون ما نعد، اكيد حاصلين. 2 39 23 7 11 و 2 39 21 4 37.
مستمعين، نحن معا ومسؤول و90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية، ومنورنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي. تليفوناتنا 239 23 711 و 239 21 437. حضرتك قلت لي ان احنا ممكن ندعم مشروعات التخرج للطلبة. نعم. عايزين نوضح هذه النقطة. نعم. يعني مصر بتتميز ميزة مهمة جدا، هي الغالبية من الشعب المصري من الشباب صاحب الأفكار الواعدة. فبالتالي ده أحد الأدوار المهمة الأكاديمية بتقوم بها، هي دعم أصحاب الأفكار الابتكارية، وخصوصا في مرحلة التعليم الجامعي. عندنا كلية الهندسة سنويا بتخرج آلاف من الطلاب في مجال الهندسة بتخصصاتها المختلفة، ومن ضمن المنهج الدراسي للطالب في كلية هندسة في السنة الأخيرة إنه يعمل حاجة اسمها مشروع تخرج. هذا مشروع التخرج هو فكرة. على فكرة هو في هندسة، أنا جاي لحضرتك بالظبط عشان ما حدش يقول اشمعنى. لا بالظبط، أنا بوضح بدايتها ووصلنا لغاية فين دلوقتي. فاصحاب هذه المشروعات هم طلاب عندهم افكار مبتكره جدا. فتصور حضرتك لو صاحب الفكره ده وجد تمويل ايضا ان يعمل بيه الفكره بتاعته، يبقى مش مجرد تقرير بيكتبه بيسلمه، لا ده هو بيشتغل بالفعل في تنفيذ هذه الفكره. فبدانا بكليات الهندسه، احنا حاليا بنتعامل مع اي كليه عندها ما يطلق عليه مشروع تخرج. يعني اكيد كليات الاعلام، فنون جميله، فنون تطبيقيه، المعهد العالي للسينما، بنشتغل مع كل هذه التخصصات. اذا عندنا دلوقتي مشروعات تخرج متنوعه جدا. احنا السنه دي ممولين 271 مشروع تخرج، ما يقرب من القيمه الاجماليه التمويل الخاص بيهم 11 مليون جنيه مصري. لكن تصور ان الرقم يعتبر رقم بسيط جدا بالنسبه لهذا الكم من المشروعات. فتصور حضرتك لو جزء من هذه المشروعات طلع وصل لانه اصبح منتج موجود بيحل مشكله، دخل الحضانات التكنولوجيه واصبح عمل شركه كان قابل للتسويق، جزء من هؤلاء الطلاب كانوا مهتمين انهم يسجلوا براءات اختراع، ده كله هيزود عجله او ترتيب الابتكار في مصر. هذا الموضوع وتبني الأكاديمية لمشروعات التخرج وصلنا لاختراع مهم جدا، والسيارة الكهربائية. هنتكلم بالتفصيل عن السيارة الكهربائية، بس ناخد تليفون. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام شيرين؟ أهلا يا فندم، مين معايا؟ مع سعادتك محمد من البحيرة. أهلا يا محمد، اتفضل. بفضل الله وحده. بستأذن حضرتك هتكلم بخصوص معاشات وزارة التضامن الاجتماعي. مالها المعاشات؟ أنا عارف إن هو يعني خارج موضوع الفترة، بس أنا عشان في ربنا ثم فيك يعني. طيب قول يا محمد. أنا كلمت حضرتك من قيمة أسبوعين. ماشي. وحضرتك قلت لي اتصل بيا بعد الهوا واديني رقمك القومي وكده. يعني انا اتصلت بعد الهوا بس ما حدش رد عليا. يعني مره مشغول ومره ما حدش رد. طيب معلش يا محمد، حقك عليا، قول لي ايه موضوعك؟ انا موضوعي ان انا كنت بنقبض عادي معاش تضامن من سنه 2010. موضوع باختصار شديد جدا يعني. ويعني لحد الشهر ده لحد يعني بدايه شهر 3 رحنا نصرف ما صرفناش. فلما رحنا نسأل يعني في الشؤون عندنا. طيب يا محمد، تقدر تقولي رقمك القومي واسمك على دلوقتي؟ ما فيش مشكلة. اتفضل. الرقم 28. يعني على الهوا عادي يعني. قول يا محمد، ده مش موبايلك، ده الرقم القومي بتاعك. زي بعض. طيب خلاص، بص يا محمد، انا هقول لك معلش. أزهار، خدي رقم محمد وانا هكلمك بعد الهوا يا محمد. شكرا ليك. في تليفون تاني. الو. طيب وصلنا الاختراع للسيارة الكهربائية. دي البطارية دي ولا ايه؟ طب جميلة جدا والله. طبعا السيارة الكهربائية مسارعة ده توجه عالمي. يعني توجه الدول العالم المتقدمة الآن بتسعى لإنتاج سيارة كهربائية خاصة بها توصل للمستوى التجاري. في مصر احنا لم نصل بعد هذا يعني المستوى. لكن المميز جدا احنا عندنا كم من الشباب المهتم بهذه التكنولوجيا واعدة جدا، وكم غير طبيعي بصراحة. انا حظنا كل سنة مجموعة من الطلاب من جامعات مختلفة عاوزين يحضروا مسابقات عالمية في مجال مسابقات السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات يعني. فهنا جت الفكرة، طيب ما احنا الاول نؤهل هؤلاء الشباب الاول قبل ما يطلعوا مسابقات عالمية، نؤهلهم من حيث ان احنا
ياخدوا دعم فني، دعم مادي، توجيه قبل ما يطلعوا للمسابقات العالميه ويبقوا يعني من ضمن الفرق المتميزه في هذا المجال. فالسنه اللي فاتت اطلقنا الرالي القاهره للسيارات الكهربائيه، وكان في العاصمه الاداريه الجديده. عدد من الجامعات تقدم، اعتقد حوالي 25 جامعه. التصفيات وصلت ل9 من الجامعات، طبعا كلهم كليات هندسه. وهؤلاء الطلاب حصلوا على تدريب فني وعلى تمويل انهم يشتروا الاجهزه الخاصه بصناعه السياره الكهربائيه. اذا هنا مش مجرد سباق عملناه بين الطلاب، لا احنا خدناهم بتدريب الاول بالتعاون مع جامعه عين شمس اللي كانت صاحبه المقترح في هذا الاطار. السنه دي ان شاء الله تعالى هنكرر تجربه، لكن عدد الجامعات الجميل ان هو زاد ل 31 جامعه تقدمت للرالي. بيتعمل لهم معسكر حاليا عشان نختار افضل 9 فرق السنه الجديده ان شاء الله، ونتمنى ايضا نعمله في العاصمه الاداريه الجديده. لكن الجديد السنه دي احنا بنحاول يكون عندنا فرق من الدول العربيه والدول الافريقيه. جميل جدا، لان ده برضو يعني في اطار رئاسه مصر للاتحاد الافريقي. نتمنى ايضا ان البحث العلمي يكون له دور في هذا الاطار، واحنا كمان احنا اللي هنغزو بافكارنا. بالظبط كده. فالسياره الكهربائيه ده من الحاجات المهمه جدا. ده دعا الاكاديميه انها تعمل حاجه تانية، انها اطلقت مبادره قوميه لصناعه سياره كهربائيه. طبعا احنا هنا يهمنا ان يبقى في عدد من المهندسين عندهم فكره عن السيارات الكهربائيه، ويهمنا ايضا اساتذه يقوموا بالعمل على صناعه سياره كهربائيه مصريه باكبر قدر ممكن من المكون المحلي المصري. صح. فاحنا ماشيين في اتجاهين، اتجاه للطلاب واتجاه للاساتذه في المراكز البحثيه والجامعات. طيب السياره الكهربائيه يعني عشان بس ايه الناس تدرك الفكره. انت حضرتك قلت عملتوا راي بيها، طيب يعني المسافه بتاعت الراي دي كانت كام؟ احنا بنتكلم في كيلومترات، لكن هي مش بتقاس بهذا الشكل. هي بتقاس ان البطاريه تمشي قد ايه، السرعه بتاعتها، محتاج تشحن البطاريه كل قد ايه، كل الاسئله دي. طبعا احنا في البدايه، يعني مش هنقول لحضرتك ان السياره دي هتنزل بكره سوق، لا اطلاقا، احنا لسه عندنا وقت شويه، لكن على الاقل بدانا. فده يعني يدينا برضو بعض التفاؤل ان احنا ممكن في فتره من الفترات القريبه ان شاء الله يكون عندنا سياره كهربائيه ان شاء الله باكبر قدر ممكن من المكون المحلي المصري. ان شاء الله ممكن يكون في 2020 ان شاء الله نامل. يعني احنا منزلين الاعلان، نتمنى يكون عندنا اساتذه يتقدموا بهذا الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله. معنا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ شيرين؟ اهلا يا فندم، مين معاك محمد من الفيوم. اهلا يا محمد، اتفضل. حضرتك يا استاذ شيرين، انا قلت شكوتي الدور اللي فات وكان معاك مسؤول من التنميه. عشان حضرتك ايه؟ ولا حضرتك لقيت الخط راح قطع عليا فجاه، وحضرتك طب فكرني. طب يا محمد، حضرتك انا اللي معايا بنت معاقه وانا مريض نفسي حضرتك، والبيت بتاعي متهالك، يعني مش عايش عيشه ادميه خالص. يا محمد، مسؤول التنميه المحليه يعني هو يعني الموضوع ده خاص بالتضامن الاجتماعي. انت دلوقتي معاك معاش تضامني؟ باخد لبنتي 320 جنيه بس. طيب ماشي، انت محتاج ايه تاني؟ انا عارفه ان 320 جنيه مبلغ قليل، بس انت ايه اللي محتاجه تاني؟ انت قلت ان انا عايز كشك، قلت عايز كشك، والكشك ده مش بيبقى لازم عايز دراسات وعايز تقديم اوراق. انا ما قلتش حضرتك انا عايز كشك، انا ما قلتش. مش انا اللي قلت عايز كشك حضرتك. انا مريض نفسي حضرتك، وعندي سمنه مفرطه وعندي عدم اتزان. فحضرتك دلوقتي قلت شكوت الدور اللي فات على هوا، فحضرتك لقيت الخط راح قطع عليا، وحضرتك ولا حد خد رقم ولا حد تواصل معايا خالص. طيب يا محمد، انت عايز ايه؟ يعني قول لي على الهوا انت عايز ايه؟ استاذه شيرين معلش لو سمحت بقى، يعني بنتي ده حضرتك بتاخد 450 جنيه بمبط بس في الشهر. حضرتك معايا طفل في الدراسه، حضرتك انا مقعده دلوقتي عشان مش قادر اصرف عليه. حضرتك انا سمنه مفرطه ونظر ضعيف ومريض نفسي، وحضرتك يعني وبيتي حضرتك حاجه يعني كده، بيت اصلا مؤاخذه يعني الحيوان ما يرضاش يعيش فيه. فمش عارف يا فندم. طيب حضرتك انا اللي انا هقدر اعمله لك ان انا هشوف حد من الجمعيات الاهليه اللي موجوده. انت فين في الفيوم؟ محافظه الفيوم، مركز سنورس. في سنورس. انا هحاول اوصل لجمعيه هناك واديهم رقم تليفونك يتواصلوا معاك يحاولوا يساعدوك. طب يا فندم ما خلي الاعداد بقى معلش ياخد رقم. حاضر يا محمد، خدي يا ازهار رقم. استاذه شيرين معلش، استاذه شيرين لو سمحتي. ازهار خدي رقمه. ماشي طيب، شكرا يا محمد.
شكرا يا محمد. نرجع تاني نكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور عمرو فاروق رئيس أكاديمية البحث العلمي. قلنا طيب دلوقتي المشروعات المقدمة، يعني الطالب دلوقتي في سنة رابعة هندسة، في رابعة فنون تطبيقية، فنون جميلة، في إعلام، هو دلوقتي عنده فكرة مشروع يعمل ايه؟ نفس الطريقة. هو الإعلان بينزل من ثانوي من الأكاديمية، بيوزع على كل الجامعات. بيبقى جوه جامعته في حد يعني في إعلان، في الإعلان هو أونلاين. بيتقدم بالفكرة من خلال المشرف، الأستاذ المشرف على البحث أو المشروع، وبيحصل على تمويل. التمويل ده منحة من الأكاديمية، بيتراوح مبلغها من 15 ل 75 ألف جنيه. وده مبلغ يعني بنعتقد ان هو في اطار مشروع تخرج مبلغ كويس. بالظبط ان شاء الله. يعني بعد حصوله على التمويل لمشروع التخرج، الاكاديميه بتعمل ايه؟ بتتابع ازاي؟ بنتابع بالتقارير الفنيه، والاهم ان احنا عندنا معرض سنوي للابتكار، معرض القاهره دولي للابتكار. بندعو اصحاب هذه المشروعات انهم يعرضوا ابتكاراتهم ومخترعاتهم، وبنقيمهم بيحصلوا على جوائز ماليه او جوائز لحضور مؤتمرات دوليه. بنتابعهم، يعني احنا لا نترك مش مجرد مشروع تخرج، لا بنعلن ليهم البرنامج الحاضنات التكنولوجيه لو حد محتاج يتقدم للبرنامج بعد ما يخلص مشروع تخرجه ويتخرج من جامعته. يعني لان دي كميه ممتازه جدا من الافكار يعني اللي يجب نعتني بيها. طيب أجهزة الدولة يا جماعة بتقدم المساعدة ويد العون، بس المفكر المبتكر، يعني طلاب العام الرابع انتوا عايزين تعملوا حاجة، ابتكروا وتقدموا لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عشان خاطر المساعدة موجودة، بس انتوا توجهوا. ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا، ابقوا معنا على موجتنا. رجعنا نكمل حوارنا أعزائي المستمعين مع مسؤول 90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية. منورنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. تليفوناتنا 239 23 711 و 239 21 437. معانا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ شيرين؟ تحياتي لحضرتك ودكتور عمرو. أهلا بيكي. مع حضرتك ام مريم من الفيوم. اهلا بيكي يا ام مريم. انا كنت عايزه اعرف بالنسبه لاكاديميه البحث العلمي هل دورها يعني انا متاكده انهم مش بيقتصر على تسجيل. علي صوتك يا ام مريم بعد اذنك. انا بقول لحضرتك هو بالنسبه لدور اكاديميه البحث العلمي، هل هو طبعا مش بيقتصر على تسجيل الاختراعات والابتكارات بس، هل في فرصه لعمل ورش عمل مشتركه ما بين الطلبه والباحثين في مرحله لو في حاله يعني لو تشابه موضوعات البحث ان هم يتجمعوا في ورش عمل من اماكن مختلفه؟ وهل في دعم وتوفير لادوات البحث العلمي مثلا اوريجينال بيبرز او بحث ما قبل الابتكار؟ طيب حاضر، انا فهمت سؤالك يا ام مريم. شكرا ليكي. طيب ام مريم بتتكلم على الطلبه الجامعيين او الطلبه في الثانوي، ماشي. احنا دلوقتي ممكن نعمل لهم ورش عمل بحيث ان هم تزود لهم العامل الابتكاري فيهم، او تخليهم يتقابلوا مع الباحثين العلميين بحيث ان احنا ننمي عندهم الموضوع ده. طيب يعني الأكاديمية بالفعل بتقوم وهتزود هذا المجهود في الفترة الجاية لإعطاء مش فقط محاضرات ولكن برنامج متكامل للطلاب سواء في الثانوي أو في الثانوي بكافة أنواعه، وطلاب الجامعات في مجال ريادة الأعمال. إن إزاي الطالب كيفية التفكير في البحث العلمي، ما هو الابتكار، البرامج الخاصة بالابتكار ودعم الابتكار، اعطاء نماذج ناجحة من شباب كانوا في فترة من الفترات عندهم فكرة وازاي وصلوا الفكرة دي اصبحت يعني مصدر الهام ليهم. فبالتالي احنا بنقوم بهذا المجهود بالفعل في مجال ريادة الاعمال والابتكار. الجزء الثاني من السؤال، هي ادوات البحث اصبحت متاحة للجميع. يعني اعتقد مثلا من خلال بنك المعرفة المصري القواعد البيانات للابحاث العالمية موجودة بشكل مميز جدا، ومتاحة لأي مواطن انه يدخل ويتعرف على الابحاث العالمية المنشورة في مجال معين هو مهتم بيه.
طيب جميل جدا. يعني احنا دلوقتي لما بيعمل الورش العمل والتدريبات، هل بيكون ذلك من خلال الجامعات؟ من خلال الجامعات، لكن بنحاول ندي بعض النماذج الناجحه للجامعات من يعني النماذج اللي ممكن تتكلم، لان احنا في الاخر مش محتاجين ان هي تبقى حوار ما بين استاذ جامعي وطلبه فقط. ايوه زي تشبه المحاضره التقليديه. عايزين ورش هتعمل ده فيها تفاعليه ونموذج ناجح بالفعل، ويفضل ان يكون قريب من سن الشباب، هيكون اكثر اقناعا ليهم. اصغر مخترع عندكم كان عنده كام سنه؟ لا مش متذكر بالظبط المخترع، بس يعني احنا يعني احنا خلينا نقول اللي بيتقدموا بيتقدموا. احنا بنتكلم على ثانوي المرحله الثانويه اللي هو 15 سنه و14 سنه. دول يعني لا باس بهم انهم يتقدموا الاكاديميه والحصول على براءه اختراع. جميل جدا. طيب نتكلم بقى على حاضنات التكنولوجيا. نتكلم عليها باستفاضه. طيب استاذن حضرتك يعني قبل الحديث عن حاضنات التكنولوجيا، معنا الان استاذ ايهاب حسن المنسق العام لاحتفالات يوم اليتيم. احنا في شهر 4 وبنحتفل دائما باليتيم عشان نكسب الثواب جميعا. معنا من خلال برنامج مسؤول و90 مليون اللقاء مع الاستاذ ايهاب حسن المنسق العام لاحتفالات يوم اليتيم. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ايهاب. يعني حدثنا عن احتفالات يوم اليتيم يوم الجمعه اول جمعه. حضرتك احتفلنا بيوم اليتيم اول جمعه في العيد، وليس احتفال بيوم اليتيم بس، المفروض في خلال شهر ابريل كله كامل على مستوى لجنود مصر العربيه جميع محافظات مصر. بنحاول نعيد البسمه ونفرح اطفالنا واولادنا بيوم اليتيم. الصوت مش واضح يا استاذ ايهاب. لا اليوم انت سامعني كده كويس؟ كده اتفضل. يوم اليتيم ده هو بيطرح البطنه والبهجه على اطفال الايتام. بنحاول نشاركهم في الالعاب، في تجديد، في وجبات افطار، وجبات غداء. بنحاول نلاقي لهم في شهر ابريل. احنا هدفنا السنه دي 500,000 طفل على مستوى المحافظات. هدفنا زواج 10,000 بنت يتيمه نقبلها ونسترها. ما شاء الله. بندي في وجه بحري 7,000 جنيه ووجه قبلي 10,000 جنيه. يوم اليتيم ده على مدار السنه كلها 63 يوم. مش عاوزين نقصد بيوم اليتيم على يوم اول جمعه، لا احنا عاوزين نخليه الصوت يا باشمهندس يا استاذ ايهاب. الصوت كده كويس؟ اتفضل. عاوزين لا كده الصوت راح. طب انا يعني هقفل وهكلمك تاني. اتفضل. طب خلاص كده تمام. اتفضل يا فندم. نطلب المجتمع المصري اليتيم لو حس المجتمع المصري حاسس بيه. طيب احنا هنحاول الاتصال مرة أخرى بالأستاذ إيهاب حسن يعني عشان بس للأسف الشبكة. طيب نكمل لقائنا مع الأستاذ الدكتور عمرو فؤاد نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي. احنا قلنا حاضنات التكنولوجيا. هي الجزء كبير جدا موجود الأكاديمية بتقوم به اللي هو الوصول إلى ما يسمى الإطلاق الاقتصاد المعرفي. هو اقتصاد قائم على المعرفة، قائم على التكنولوجيا. فبالتالي وجود منظومة زي منظومة الحاضنات التكنولوجية مهم جدا. إن المنظومة دي بتسمح لأصحاب الأفكار طبعا بناء على أسس معينة إنهم يحولوا هذه الأفكار إلى شركات. يعني بيحتضن لفترة من 6 شهور لسنة، بيحصل على دعم فني ودعم مالي ودعم في إنشاء الشركات وما إلى ذلك، وبعد سنة بيسجل بالفعل الشركة. فبالتالي ده يعني من الموضوعات اللي مهمه جدا، اللي هي بتسمح بالذات لاصحاب مشروع تخرج الاساتذه في جامعات ومراكز بحثيه اللي ممكن يتاح ليها انها فرصه تسجيل شركات. الافراد بشكل عام ان هو عارف احلى حاجه فيها ايه؟ كلمة حاضنة. هي جاية من هذا المفهوم بالظبط. يعني فعلا رعاية لمدة 6 شهور أو سنة. رعاية مستمرة لمدة 6 شهور سنة قبل ما تخرج لأرض الواقع. بالظبط. فإحنا عندنا الآن ما يعني أعتقد هنقترب من رقم 20 حاضنة موزعين على مستوى مصر في كافة التكنولوجيات. واشتغلنا أكتر خارج القاهرة، لأن معظم الحاضنات من جهات أخرى موجودة
داخل القاهره. احنا وصلنا للمحافظات وخرجنا ليهم، يعني حضرتك مرورا بقنا، اسكندريه، السويس، طنطا، عندنا تنوع مهم جدا من الحاضنات على تكنولوجيات معينه وخارج القاهره، بالاضافه للقاهره طبعا. يا جماعه يعني ليس الابتكار في العلم، يعني قانون الجاذبيه وقع من انسان يعني وقعت عليه تفاحه. وحضرتك يعني في السيد الرئيس كان اعلن عن مجتمع يفكر ويبتكر. فاحنا هنا بنتعامل فعلا مع مجتمع فعلا مش فقط الاساتذه في الجامعات والمراكز البحثيه، لا المجتمع ده طلاب، عمال، اصحاب ورش، فلاحين، حضر غير حضر، فاحنا بنتكلم على مجتمع ككل، متكامل. والفرصه اكتر للشباب، اكيد. استاذن حضرتك، احنا رجعنا اتصلنا مره اخرى الاستاذ ايهاب حسن المنسق عام لاحتفالات يوم اليتيم. استاذ ايهاب معانا؟ معاكي يا فندم. اهلا بيكي واهلا بذات القاهره. اهلا بيك. يعني قول لنا الجديد السنه دي لاحتفالات يوم اليتيم. الجديد السنه دي ان شاء الله هو الاحتفال على مدار شهر 4 ب 500,000 طفل يتيم على مستوى محافظات مصر المختلفه. هدفنا السنه دي زواج وكفاءه وستر 10,000 بنت يتيمه. بندي لكل عروسه شيك في وجه بحري ب 7,000 جنيه وفي وجه ابني شيك ب 10,000 جنيه. وانا بحب بتعمد بنديها شيك بحيث هي اضرب بالمواقف عندها والالتزامات اللي عندها. بنعمل احتفال كبير جدا زواج جماعي في كل محافظات مصر المختلفه على مدار شهر 4 كامل او شهر ابريل كامل. كل يوم في جديد في تنظيم احتفالات يوم اليتيم. يوم اليتيم بدأناه في مصر، بقى الدول العربيه بتعمله، بقى العالم كله بيحتفل بيه. انا بطالب المجتمع المصري، مش عاوزين يوم اليتيم يقتصر بس على اول جمعه في ابريل، احنا عاوزين على مدار العام كله. ما فيش بيت مثالي في مصر ما فيهوش يتيم. اليتيم احنا ممكن نعمر بيت اليتيم من خلال نعمل له عمليه قلب، نعمل له عمليه عيون، نعمر له بيته، ندخل له ميه، ندخل له كهرباء. الاحتفال بيوم اليتيم عاوزين على مدار العام كله 366 يوم او 365 يوم يبقى يوم بهجه. نجيب له لبس جديد، نحسسه اللي هو عضو فعال في المجتمع المصري. بالظبط كده. ودائما حذو رسول الله عليه الصلاه والسلام: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، واشار باصبعيه السبابه والوسطى. الحمد لله. بشكرك أستاذ إيهاب حسن المنسق العام لاحتفالات يوم اليتيم، وبارك الله فيكم وعليكم. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا وتشرفت بيك يا فندم. شكرا ليك، مع السلامة. تحت امرك. احنا مع بعض ومسؤول و90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مواضيع كتيرة جدا بنكتشفها في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. منورنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. اتكلمنا على مشروعات التخرج، اتكلمنا على حاضنات التكنولوجية، اتكلمنا على ورش العمل، اتكلمنا على بنك المعرفة مرينا عليه مرور الكرام كده، اتكلمنا على توثيق الاختراعات وبراءة الاختراعات. احنا دلوقتي دكتور عمرو قلت له في الفاصل عايزة نموذج ان هو يشرح التجربة بتاعته في أكاديمية البحث العلمي، واتصلنا بالمهندس مدحت ناهض. هو معانا دلوقتي على التليفون. مساء الخير. الو. ايوه مساء النور. ازيك يا باشمهندس مدحت؟ لا تمام. طيب أنا عايزة أعرف يعني تجربتك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. والله إحنا كنا تقدمنا ليها في أول حاضنة أعمال اتعملت بالتعاون مع مركز اسمه بداية. كانت حاضنة الأعمال دي اسمها انطلاق. قدمنا البروجكت بتاعنا او الفكره بتاعتنا، هي كانت عباره عن حاجه اسمها سمارت بلاج او فيشه ذكيه. فيشه بتبدا تتعلم من المستخدمين طريقه استخدامهم للاجهزه الكهربائيه بتاعتهم. احنا تقدمنا ليهم بالفكره، كان يمكن معانا نماذج مبدئيه خالص. تلقينا هناك كثير من المحاضرات الخاصه بجانب البيزنس او جانب رياده الاعمال. كذلك برضو كان في كثير من الموجهين او المنتورز في الجانب الفني او التقني.
كانوا بيدعمونا بالمعلومات اللي بنحتاجها، كانوا بيتابعونا وبيتابعوا تقدمنا في المنتج دون وتصميمه وتنفيذه. بالفعل يمكن يعني وفقنا ان احنا في نهاية الحاضنة دي او حاضنة الاعمال دي ان احنا نطلع منتج كامل في الكرتونة بتاعته بالكتالوج بتاعه، يقدر اي حد يستخدمه بالموبايل ابليكيشن بتاعه اللي هو التطبيق اللي على الهواتف الذكية. وكان الحمد لله يعني تجربة موفقة، ويعني اعتقد يعني لولا دعم المادي والمعنوي والمعرفي اللي تلقيناه في الاكاديميه اعتقد ما كناش وصلنا للستيب دي خالص. جميل جدا جميل جدا. احنا معانا على الهواء دكتور عمرو فاروق، يعني انا المحادثه ما بينكم مفتوح، اتفضل. اخبارك تمام الحمد لله. الو ازي حضرتك يا دكتور؟ اخبارك تمام الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. تعالى بالتوفيق مع حضرتك شركه طبعا. طبعا بالتوفيق ليكم دايما ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. الفوائد بتاع الفيشه الذكيه انها بتوفر الكهرباء، صح يا باشمهندس مدحت؟ بتوفر الكهرباء المفقوده في اوقات عدم استخدامنا بالظبط للاجهزه. قول لنا المثال كده لل يعني كولدير الميه اللي بيبقى في المكاتب مثلا، قول لنا التطبيق بتاعه. احنا كنا عاملين مثال تطبيقي داخل الحاضنه على الووتر ديسبنسرز او كولديرات الميه اللي بقاروره من الميه من فوق دي. دي عاده بتتنسي وبتبقى شغاله على طول 24 ساعه، في حين ان معظم المصالح والاماكن والمكاتب فتره العمل بتاعتها يعني لا تتجاوز من 8 ل 10 ساعات. فكان وظيفه الفيشه هي لوحدها بتبدا تتعلم الجهاز ده بيستخدم امتى، وبتبدا تطفي الاجهزه دي في عدم وجود الموظفين. تولعها قبل الموظفين ما يجوا بحوالي نص ساعه وترجع تطفيها بعد انتهاء اليوم. وهي بتبدا يعني تأدابت او اسمها يعني بتتأقلم مع التغير. يعني حصل تغير في رمضان في مواعيد الموظفين، هي لوحدها بتبدا تراقب التغير دون، ولما بتلاقيه يتكرر لمده يومين ثلاثه بتبدا تغير وتعدل من ادائها حسب الاستهلاك. حسب استهلاك للآلة نفسها، هي بتظبط نفسها حسب الساعات الاستهلاك. تمام بالفعل. انا بشكرك جدا يا باشمهندس مدحت، ويعني بالتوفيق دايما، ومزيد من الاختراعات والبراءات الاختراعات ومزيد من التقدم ان شاء الله. انا شاكر جدا ليكم وشاكر الدكتور عمرو واكاديميه البحث كلها. يعني شكرا ليك مهندس مدحت ناهض، شكرا لحضرتك. طيب نرجع نكمل حوارنا تاني مع الاستاذ الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس اكاديميه البحث العلمي. ده نموذج واحد احنا جبناه يعني عشان نقول للناس أكاديمية البحث العلمي لما بتلاقي بتتمنى، مش لما تلاقي بتتمنى، صح؟ بتتمنى ان هي تلاقي حد مبتكر وعنده فعلا جدية في إثبات الاختراع بتاعه، وأفكار غير تقليدية. ده الأساس في الموضوع كله بصراحة. عايزين كده ناخد فاصل يا دكتور عمرو ونرجع نقول ايه الحاجات الجميلة اللي تم اختراعها، حاجات اللي مبتكرة اللي هي مش وسهلت في حياتنا. يعني موضوع الفيشة الذكية دي موضوع جميل جدا فعلا، يوفر الطاقة لو استخدمناها كلنا حتى في بيوتنا هتبقى جميلة جدا. هناخد فاصل ونرجع نمتع أذاننا بهذه الاختراعات. لسه مكملين مع بعض وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونورنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. أكاديمية البحث العلمي عملت حاجات كتيرة جدا، والسيارة الكهربائية التي أنا منبهرة بيها لحد دلوقتي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. التعاون الخارجي واستضافة رائد الفضاء الإيطالي. عايزين نتكلم على هذا الموضوع يا دكتور عمرو. الأكاديمية من عدد من السنين أنشأت ما يطلق عليه شهر العلوم. شهر العلوم ده هو الهدف الأساسي الخاص به هو تبسيط العلوم وتوصيل الثقافة العلمية بشكل مبسط للمجتمع. احنا بنتكلم عن المجتمع سواء أطفال كبار أيا كان هذا المستهدف من المجتمع يعني. وبنحاول نوصل له في المحافظات ونجيب ليه نماذج من الأساتذة اللي ممكن يشرحوا
تكنولوجيات معقده جدا ولكن بشكل مبسط جدا وبشكل محبب لجمهور المستمعين. فكان احد هذه المحاضرات المميزه جدا اللي تمت لاستضافه احد رواد الفضاء الايطاليين. وهنا حضرتك بنتكلم على تجربه هو عاشها بيحكيها لمجتمع متعطش للمعرفه ومتعطش لتبسيط العلوم في هذا المجال. فاحنا بنعمل نوع من انواع العدوى الايجابيه. عارف يعني في حضرتك بيبقى محافظات معينه بنكثف مجهود المحاضرات العلميه المبسطه في شهر معين في محافظات مصر المختلفه. طلاب مدارس جامعات بيحضروها بيسمعوا حاجه يعني نوع من انواع نشر ثقافه في فتره مركزه من العام. ده لا ينفي ان البرنامج موجود في طول اعوام طول شهور السنه ولكن التركيز بنطلق عليه شهر العلوم اللي هو شهر مارس من كل سنه. طيب يعني الرجل الفضاء او عالم الفضاء الايطالي عندما اتى الى مصر الورش العمل التي تمت معهم ماذا كانت ومع من؟ الجزء الخاص بالثقافه العلميه هو كان مع جمهور عادي جدا. وده حضرتك الممتع في الموضوع ان اكيد في محاضرات متخصصه مع الاساتذه المصريين متخصصين في هذا الموضوع مثلا على الجانب العلمي والتعاون. لكن نتصور انه مع مجتمع عادي جدا مع طلاب مدارس ومدرسينهم واولياء امورهم وبيستمعوا لمحاضره عن رائد الفضاء وتجربته. فبالتالي لا احنا بنتكلم عن مجتمع عادي جدا عادي لا يعني ابعد ما يكون عن البحث العلمي لكن متشوق ومتعطش لثقافه البحث العلمي وتبسيط العلوم. طيب المرحله القادمه يا دكتور عمرو لاكاديميه ان شاء الله تعالى احنا الفتره الجايه من الاكاديميه هنركز على البرامج الحاليه ونحاول ان احنا يعني نجيد فيها اكثر ما يمكن. هنهتم باقاليم مصر الحدوديه لان برضه الموضوعات المهمه جدا. احنا عندنا برامج مختلفه في مجال الزراعه والنهوض بالانتاج المحاصيل. ده جميل جدا. نعم. تحليه الميه واستخداماتها الطاقه الشمسيه والطاقه الجديده المتجدده. فكر رياده الاعمال نفسه وان ازاي ينتشر اكبر ما يمكن ما بين طلاب الجامعات. محتاجين هذه الثقافه تنتشر. تعميق المكون المحلي وده ايضا موضوع في غايه الاهميه لان احنا بنستورد دائما عدد كبير جدا من مستلزماتنا لكن ازاي نشجع الرجال الصناعه المصريين ان لو عندهم قائمه من الاحتياجات ممكن على الاقل نصها نوفرها من خلال التعاون مع البحث العلمي. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عمرو لتواجدك معانا. انا عارفه ان في لقاءات واجتماعات حضرتك هتروح لها دلوقتي بهذا اللقاء واحنا كمان جدا والله يا دكتور عمرو وان شاء الله دائما اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا في تقدم. بشكرك مره اخرى وثانيه وثالثه و100 للدكتور عمرو فاروق استاذ الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس اكاديميه البحث العلمي. ابقوا معنا على موجاتنا. لسه مكملين مع بعض فترتنا مسؤول و90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية. تليفوناتنا 239 23 711 و 239 21 437. معنا تليفون. ألو. السلام عليكم مستر شريف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيب وبخير دايما. مين معايا؟ طيبة. عبد الرؤوف كامل امبابي من الداخل. مين؟ عبد الرؤوف كامل امبابي من الداخله صديق. اهلا بيك يا حاج عبد الرؤوف منورنا. اهلا بحضرتك. الله منور بيك يا فندم. والله اولا يا استاذ شيرين في عجاله كده انا بشكر وبحيي الجاليه المصريه في امريكا اللي صبحت علينا بكل خير واحنا بنصب عليها وبنمسي عليها من محافظه ولاد الجديد. بنقول لهم احنا بنمسي عليكم ونقول لكم متشكرين على استقبالكم لرئيسنا المحبوب السيد الرئيس السيسي. طبعا. وتحيه من القلب للقلب لكل الجاليات المصريه اللي بتستقبل رئيسهم وبتستقبل ابن بلدهم بحب ووفاء ويتمنوا يعملوا مشاريع في جمهوريتنا الحبيبه. والنبي يا استاذ شيرين انا كنت كلمت حضرتك الاسبوع اللي قبل الماضي حضرتك على موضوع تقنين ووضع اليد. وقلت لي ان شاء الله الثلاث الجاي لا الثلاث اللي بعد منه. تمام يا فندم. عايزه اقول لك على حاجه يا حاج عبد الرؤوف وانا يعني اقول لكم كلكم يعني هو طبعا انا بفتكر موضوعات في كل اسبوع بكتبها في ورقه ماشي. بس اعذروني في حاجات ممكن بتقع مني حقكم عليا.
والله انا لا عفوا، احنا بنسال على حضرتك والله. يعني انا بعد الهوا هتصل بمحمد الفيوم ومحمد البحيره، ده اكيد ان شاء الله، وعد مني. ايه بقى يا حاج عبد الرؤوف، قلت لي على ايه وضع اليد؟ انا قلت لحضرتك ان تقنين وضع اليد كان مقنن الوضع عندنا حضرتك. الفدان وصل لاخر حاجه 300 جنيه، تمام؟ وكل الناس مقدمه اوراقها بشكل قانوني بناء على التعليمات الوزاريه والقرارات الوزاريه. وقننوا لبعض الناس حوالي 85 او 850 في بعض الاماكن في المحافظه بنفس السعر واقل من السعر ده ب 50 جنيه حضرتك. واحنا في الداخل حضرتك عايزين يقننوا الفدان بحوالي 13,000 جنيه ونص، واللي بعد 2006 ب 21,000 جنيه حضرتك. في بعض المحافظات موجودين حضرتك ورفع قضايا واخد الفدان ب 3,000 جنيه، والفدان حضرتك في ميه جنبهم ميه النيل، لكن احنا بنسحب الميه من تحت بطن الارض بحوالي 70 متر يا استاذ شيرين. يعني تبقى وبناخد الارض سهول وجبال وهضاب، بنكلف اكثر من 45 او 50 الف جنيه لتصليح الفدان. وسياده رئيس الجمهوريه مشكور بيناشد بزراعه 5 مليون نخله في محافظه الوادي الجديد. وانا كان نفسي اعمل مداخله مع الدكتور عمر بالنسبه للزراعات الحديثه وزرع الفسائل بالنسبه لمحافظه الوادي الجديد اللي هي تعتبر محافظه نائيه. فانا بناشد حضرتك من خلال البرنامج الجميل ده، يعني حد مسؤول يرد علينا او صوتنا يوصل للسيد الرئيس المحبوب. لان الرئيس السيسي لو اتعرض عليه الكلام ده مش هيعجبه الكلام ده، لان احنا محافظه تبعد عن العاصمه حوالي 1000 كيلو يا استاذ شيرين. والارض بتاعتنا الزراعه بتاعتنا بالميه وبالكهرباء، مفيش نيل عندنا. تمام يا استاذ شيرين؟ يا ريت يا استاذ شيرين. يعني انا يا حاج ابو زيد، عبد الرؤوف يا استاذ عبد الرؤوف، خليك معانا. حان الان موعد اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، وعلى الساده المقيمين خارجها مراعاه فروق التوقيت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع نداء الحق الشيخ سيد النقشبندي، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. احنا مع بعض ومسؤول 90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية. تليفوناتنا 239 23 711 و 239 21 437. احنا معانا دلوقتي المهندس حسام فهمي، مدير تنفيذي لبرامج انترنت الأشياء. مساء الخير يا فندم. مساء النور. عايزين نعرف ايه هو انترنت الأشياء التابع لأكاديمية البحث العلمي. طيب خليني احكي حضرتك عن البرنامج اللي احنا بنعمله مع الأكاديمية. البرنامج اسمه تحدي مصر انترنت الأشياء. هو مبادرة قومية مشارك فيها أكاديمية البحث العلمي وجهات تانية من وزارة الاتصالات زي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومجمع برج العرب للإبداع اللي أنشأته وزارة الاتصالات في مدينة برج العرب، وجهات تانية زي مكتبة اسكندرية والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة اليابانية وجامعة اسكندرية. جهات كتير مشاركة، عشان كده احنا بنقول عليها هي مبادرة قومية. الهدف منها ببساطة ان احنا نخلق صناعة لتكنولوجيا انترنت الأشياء في مصر. ايه هي تكنولوجيا انترنت الأشياء؟ ببساطة هي دي المستقبل، هو ده اللي جاي، ان كل حاجة حوالينا في الدنيا تبقى متوصلة بالانترنت. حتى هدومنا اللي احنا بنلبسها تبقى متوصلة بالانترنت. واحدة من اهم التطبيقات الموجودة في الانترنت الأشياء هي المدن الذكية. مصر دلوقتي رايحة في الاتجاه بتاع ان يبقى عندنا مدن ذكية زي العاصمة الإدارية الجديدة، زي مدينة العلمين الجديدة، زي المنصورة الجديدة وغيرها من المدن اللي الدولة بتنشئها دلوقتي. وعشان الحاجات دي تبقى موجودة لازم يبقى عندنا يعني كاليبرز أو يعني مهندسين وشباب يقدروا يشتغلوا على الحاجات دي. عشان كده احنا بنتعاون مع الجهات اللي ذكرتها من شوية، منهم أكاديمية البحث العلمي طبعا، عشان يبقى عندنا المهندسين المؤهلين ان هم يشتغلوا في الحاجات دي، خصوصا في تطبيقات المدن الذكية. تمام. المبادرة يعني بنشتغل على 3 ليفلز او 3 مستويات. المستوى الاول بنبدأ من طلبة المدارس، مدارس الستام سكولز او المدارس المتفوقين. في 14 مدرسة المدارس المتفوقين في مصر تابعين لوزارة التربية والتعليم. احنا بندرب الولاد من السن ده ازاي يتعلموا انترنت الاشياء، ازاي يعملوا تطبيقات للانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء. ده الليفل الاولاني. الليفل الثاني هم طلبة الجامعة في مشاريع التخرج بتاعتهم. دول بنشتغل عليهم لمدة سنة كاملة، من اول ما هم ما يعرفوش حاجة خالص. طلبة في كليات الهندسة وكمبيوتر ساينس ما يعرفوش حاجة خالص عن تطبيقات الانترنت الاشياء، لحد ما بنوصل معاهم في الاخر لمشروع ينفع يبقى شركة. بالظبط. تمام. ده الليفل الثاني. الليفل الثالث هو الستارت ابس او الشركات الناشئة. تمام. دي بنساعد الشباب اللي متخرجين بقى، اللي هو الليفل الاكبر شويه، هم مهندسين متخرجين وبيشتغلوا، بس عندهم فكره لبزنس في الانترنت الاشياء او خصوصا تطبيقات المدن الذكيه. تمام. فاحنا بنحاول نساعدهم ان هم ينشئوا الشركات بتاعتهم دي. نشتغل مع اكتر من 40 شركه، وبعد كده بنصفيهم ل10. ال10 دول بيتعمل لهم احتضان لمدة سنة كاملة في منطقة برج العرب، منطقة تكنولوجية برج العرب، وبياخدوا دعم مادي ودعم فني وحاجات تانية كتير جدا من جهات موجودة معانا، منهم جمعية اتصال، واحدة من الجمعيات غير هادفة للربح اللي هي مسؤولة عن برنامج الاحتضان اللي بيتم هناك في برج العرب. الهدف في الآخر زي ما قلت لحضرتك ان احنا ننشئ صناعة حقيقية للإنترنت الأشياء في مصر. بالضبط كده. طيب دي فكرة جميلة جدا لدعم الأفكار والابتكارات، وإنترنت الأشياء هو متصل بكثير جدا من هنقول إيه الخصائص أو اللينكات المرتبطة بالإنترنت، بس بطريقة مبتكرة. تمام بالضبط. طيب أنا بشكر حضرتك. انترنت الأشياء كمان يعني موجودة في كل حاجة ممكن نتخيلها حوالينا، يعني في تطبيقات في الصحة، في تطبيقات في التعليم، تطبيقات في المواصلات، تطبيقات في كل حاجة ممكن نتخيلها. عشان كده احنا بنتكلم يعني بطريقة مركزة شوية على المدن الذكية واللي ممكن يحصل فيها.
ان شاء الله. شكرا ليك مهندس حسام فهمي المدير التنفيذي لبرنامج انترنت الاشياء التابع لاكاديميه البحث العلمي. شكرا لحضرتك. 239 23 7 11 و 239 21 4 37. معانا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. السلام. ازيك يا استاذه شيرين؟ اهلا يا فندم. مين معاك؟ ابو زيد مقبول معاك الواد الجديد يا استاذه شيرين. ايوه يا حاج ابو زيد اتفضل. اخبارك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب وبخير دايما. والله بحييك يا استاذه شيرين، انت مذيعه يعني متالقه دايما ووطنيه وبتستقبلي كل المكالمات كده، وبحيي الاستاذه زهار محمد وكل اللي عاملين معاك في الهندسه الاذاعيه. تسلم لي يا استاذ ابو زيد اتفضل. يمكن انا بحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، ربنا يبارك لنا فيه ويرجعه لمصر يا رب بالسلامه. ويمكن بكلمك احنا كلنا طبعا هننزل وهنشارك في الانتخابات طبعا، وتعديل بعض المواد الدستوريه استاذه شيرين طبعا ان شاء الله، مش عشان خاطر حد، عشان خاطر استقرار البلد بتاعتنا واستقرار مصر. والرئيس اللي عمله في 4 سنين يا استاذه شيرين ما اتعملش من 50 سنه بالظبط كده. الناس تبقى فاهمه وعارفه الرئيس بيعمل ايه، وكل يوم في مكان لمصلحه مصر ومصلحه البلد. فكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر العظيم وشرطه مصر العظيمه، وكل الشكر لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهوريه. بصراحه انا بشكر حزب مستقبل وطن من اول القياده السياسيه لحد اخر امين يا استاذه شيرين. طيب بص يا استاذ ابو زيد، انت يعني اتكلم بس ما تذكرش اسماء احزاب ولا اسماء اي حاجات خاصه. تمام يا استاذه شيرين. يعني احنا يمكن لينا في محافظه الوادي الجديد كلنا بنحب الانتخابات يا استاذه شيرين، وكلنا هننزل وهنشارك وهندي بعض التعديلات المواد الدستوريه يا استاذه شيرين، لان احنا اساسا في محافظه الوادي الجديد بنحب حاجه اسمها انتخابات. يعني بنطلع، يمكن مركز باريس اللي بكلمك منه يمكن مركز دايما متقدم ودايما بيطلع ويحب الانتخابات. جميل جدا. ومحافظه وادي الجديد طبعا يعني بناسها وباهلها الطيبين دايما في بال الشعب المصري دايما. شكرا ليك يا استاذ ابو زيد، نورتنا معانا في مكالمتك. معانا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ نعم حضرتك بخير. انا حضرتك ام محمد. ام محمد، محافظه ايه يا ام محمد؟ انا من محافظه قنا. من قنا. اتفضلي يا حبيبتي. انا بس كنت عامل عمليه لابني قرنيه، وبعدين احنا دخنا لغايه ما لقينا حد يعني متوفي او كده يتبرع له بالقرنيه، وجمعت كل المبلغ لاني محطوطه على قوائم الانتظار في شهر 8 اللي جاي لسه، وابني حالته ما ينفعش تستنى، ولاني عارفه ان القرنيه اللي هي بتتبرع من واحد متوفي ما ينفعش تستنى او كده. فطبعا دلوقتي انا واقفه على مبلغ 4000 ونص، ما فاضليش يعني ما عنديش اي حاجه اعملها، وخلاص العمليه اتحددت يوم السبت اللي جاي، وما عنديش اي حاجه اعملها يعني، حددتهم لي حتى كقرض حسن كاي حاجه بس ما اعمل العمليه وانا اردهم له. 4000 ونص هيحيوا لي عيل يعتبر، وانا ما قداميش اي حلول تانية. طيب يعني اللي يسمعنا يا جماعه عايز يساعد ام محمد يا ريت، احنا في شهر شعبان وداخل علينا شهر رمضان وهي محتاجه مبلغ بسيط. قولي تليفونك يا ام محمد. تليفون جوزي 010 23 64 98 03. قولي تاني يا ام محمد. 010 23 64 98 03. طيب ماشي. هما بقى اي حد عايز يتبرع لك يتصل بيكي، عايز يعرف مكان المستشفى يبعت الفلوس للمستشفى كما يحلو له. ربنا يعينك يا رب يا ام محمد ويشفي لك ابنك ان شاء الله. شكرا ليكي. معانا تليفون تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا استاذ شيرين. وعليكم السلام يا فندم. محمد الشناوي مع سيادتك من اسماعيليه يا فندم. اهلا يا استاذ محمد اتفضل. الله يبارك في عمرك. انا هستاذن من سيادتك بس، احنا عندنا في اسماعيليه هنا في اللي هو ايه العربيات اللي هي الفان اللي هو الميكروباصات اللي هي الصغيره اللي هي السبع راكب ديت. طبعا انا مش عايز اقول اسماء عشان ما يبقاش دعايه ليها. الميكروباصات ديت متواجده في كل شارع في اسماعيليه، وطبعا ده بيحمل نمر ملاكي وبيشتغل يعني قصادنا او قصاد التاكسي، وواقف حالنا بطريقه يعني مستفزه. عندنا المرور مش عارف، في تخاذل، في حاجه صعبه، في حاجه رهيبه، احنا مش قادرين. لا فهمني كده بشويش. انا العربيات دي بتعمل ايه؟ احنا عربيات اجره. تمام. انت عربيات اجره اللي هي التاكسي. انا بتكلم باسم اللسان وباسم زمايلي. احنا كعربيات اجره في اسماعيليه هنا في الشارع الاسماعيلي بنعاني، ما عدناش عارفين نشتغل من الميكروباصات الفان اللي هي العربيات السبع راكب، الميكروباصات اللي هي الصغيره. طب ماشي، العربيات السبع راكب دي معاها تصاريح ايه يا فندم؟ كل ده نمر ملاكي بيرخص كل 3 سنين زي العربيه الملاكي، بيشتغل بيحمل وما بينفعش الدوله بجنيه.
ده شغال 24 ساعه. احنا ما عدناش عارفين نشتغل، والعدد بتاعه في الشارع الاسماعيلي هنا بيفوق التك، خلاص العمليه هنا اتدمرت. وعربيات صفراء وعربيات ملاكي برضه، ملاكي وده اللون البرتقالي اللي هو لون تاكسي اسماعيليه وشغال. فين في الاسماعيليه؟ فين الاسماعيليه؟ في جميع شوارع الاسماعيليه داخل المدينه يا فندم. في مدينه الاسماعيليه داخل المدينه يا فندم. طيب انا حاولت اكلم محافظ اسماعيليه بس هو ما ردش عليا اكيد. والله يكون في عونه لان الموضوع هنا فلت. انتوا عندكم دلوقتي 3 موضوعات. احنا عندنا جنبنا هنا محافظه بورسعيد ما فيش الكلام ده نهائي يعني. عندك المكتب البريد وعندك الميكروباصات اللي انت قلت عليها، وفي المدرسه اللي كان بيتكلم عليها والمدرسه في قريه ابو طفيله. الله يبارك في عمرك. احنا عايزين نتواصل حتى مع سياده اللواء عصام بيه شادي مدير الاداره العامه للمرور بالقاهره عندكم. الراجل ده محترم جدا جدا جدا، صوتنا يوصل له لان احنا هنا بصراحه بص اقول لك على حاجه. دلوقتي فاضل 3 دقايق على انتهاء الهواء، انا مش هعرف يعني اعمل حاجه في الهواء دلوقتي. تمام. معلش استحملوني الاسبوع الجاي الساعه 2:05 بالظبط اتصلوا عليا وقولوا لي موضوع الاسماعيليه. تمام يا ست الكل. اللي هو ده النهارده يعني ان شاء الله. شكرا ليك. ربنا يحفظك وشكرا للساده المستمعين يا فندم. شكرا. اتفضل يا فندم. أعزائي المستمعين، يعني بسعد بكم دايما 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 من خلال برنامجكم مسؤول و90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية. يعني يا ريت يكون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عرفنا مجال جديد كتير قوي ممكن من الناس مش عارفينه. عارفين ايه الحاجات البحث العلمي في جمهورية مصر العربية. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني وزارة التموين بتعمل استعدادات كبيرة جدا لشهر رمضان بإذن الله. هيكون معانا الأسبوع الجاي حد من مسؤولي وزارة التموين واستعداد لشهر رمضان والمعرض الكبير الذي تقيمه الوزارة كل عام. أهلا رمضان في الأسبوع القادم. كل سنة وكلكم دايما طيبين. سعدت بكم أسرة التنفيذ على الهواء هندسة إذاعية أزهار محمد، رئيس التحرير أستاذ أحمد إبراهيم. بسعد بكم دايما شيرين الدسوقي من أسرة المذيعين، والإشراف العام الإعلامي ولاء عسكر. يوم عدى في حياتي، يوم غير حياتي، يوم ما لقيت هواك نام وارتاح في حضني، ما هو سحر عنك وعدني. شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة.